يا دار قوليلي 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 يا أميرك فين يا ملكي بنوا عليكي 7 ادوار 7 ادوار وهملكي رمى اساسك يا دار وبعد العزة هملكي زمان يا دار كان يحلى البعد فيكي 10 رجل جدع كان عامل مسكنه فيكي صبحت فضلي خرب ولا في بشر فيكي على الطريق ان خلصت فلوس على الطريق يا ملك العباية ومعيك الجمل وبيت منازع مش هكتب في الكلام بس عشان خاطر ربك اوصف البيت يا دار على الطريق الكلبة السميع انا ناس تيجي عندي الشيخ مبارك وتعمل لي نص ليرة زي دي نص زمان يا دار كان يحلى البعد فيكي علشان راجل جدع كان عامل مسكنه فيكي صبحت فضلي ولا فيش بشر فيكي يا دار عمودك اتكسر واتكفى على مونك تعولون الهم ليه وكان الحمل على ابونا ده احنا صغار سن شلنا الخلف على ابونا ده انا عجب على دار كان مرسل غريب بالليل وكان مبني عليها سور تحلف لي يا ابو الليل صبحت فضالي وسكنها الغراب بالليل يا دار قولي لي يا امير فين مداخلتي يعني شكلك اتغير وظلمت مداخلتي صاحبك طلع يوم حلف يا منين مداخلتي خاطر رب حلف يا منين مداخلتي على الطريق غيرك يا راجل مريض على الطلاق راح يعالج السنة دي ميت الجهد اللي يصير حياه انا بكلمك والناس دي عارفه
على الثلاث اربع مات وسميت على خليفة جمل. على الثلاث كان معايا عم اسمه الجمل خليفة. امسح البيت راجل وعاوز عشان خاطر رب الجزار يمثل الشيخ مبارك ناس كلها وعم الشيخ صفوت والعرب صنيت واللي انت فيه خليك والمعلمين المعمار المعلم اشرف ابو رفعت والمعلم عبد الظاهر والمعلم يحيى ولاد المرحوم رفعت والمعلم اشرف والمعلم ربيع ابو جاد وتزويد الطلب واللي انت فيه خليك عيني الاشرف والمعمار. هبكيك وعلى ثلاث هبكيك قبل ما تمشي زي اللي تلعب السنة في الثاني. يا طول غيابك يا اخوي عشان الجمل لازم يدعم طلب عشان الجمل. شيخ مبارك ناس اللي شرفونا لذا الولد وعلى اولاد عم الحاج ميسر ولاد عم الحاج ميسر عليهم ابو جوده لا الحاج عواد يا عيني على الادب وعاجله ورا قوليلي أمرك فين دخلتي يعني شكلك اتغير واترمت مداخلتي صاحبك طلع يوم حلف يمين مداخلتي الطبول دار يا دار اللي معه مال في الجنات في الصحراء غلبان ومسكين ما فيش حد هيصحى سيب الملك للمالك ده ملك منظم صاحب والحق مهما يكون لابد يرد على صاحبه صاحب خسر صاحبه باع دارهم يضر قوليلي يا ضار ضاري يا ضار يا ضار يا ضار يا ضار يا ضار قوليلي يا ضار ضاعوا فين